السلام عليكم خياتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. راح نديروا بيتزا مع بعض ونديروا مملحات ولكن بعجينه واحده. اول حاجه نديرها هي نطيب لاصوص بيتزا تاعي اللي كنت درت فيها لهنا حبيبه تاع الطوماطيش، حبيبه تاع بصل، شويه تاع الثوم، شويه تاع زعتره، شويه تاع الرند، ملح، فلفل كحل، شويه تاع العكري، ونحط كلش فوق النار يطيبوا. بيان سور ما ننساوش شويه تاع الزيت. ومن بعد يا البنات بعد اللي طيب هذيك لاصوص هنا نرحي كلش مع بعض وندير لها شويه طماطم مصبره، وهنا تكون لاصوص تاع البيتزا واجده. من بعد راح نديروا الحشوه، راح نديروا بها المملحات تاعنا. بالنسبه للحشوه لهنا كنت درت حبيبه تاع البصل كما راكم تشوفوا، خليتها تقلات تخي بيان. من بعد زدت لها لهنا الدجاج كنت قطعته مربعات صغار، درت لها شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل الكحل، شويه تاع خليط الدجاج، وزدت لها لهنا شويه تاع السلق اللي كنت طيبته من قبل. ومن بعد يا البنات زدت لها تاع شويه تاع الفرماج غابي. بالنسبه للعجينه تاعنا لهنا واش راح نديروا، راح نديروا كاس تاع حليب، كاس تاع الماء، نديروا 4 مغارف تاع الزيت، نديروا مغرفه تاع خميره، مغرفه تاع السكر، وزيرو حبيبه تاع البيض. ولهنا نلموها بيان سور توجور بالفرينه حتى تلم معنا وتقعد شويه تلاصق على الشكل هذايا. هنايا نخلو العجينه تاعنا تخمر في غيسيبيون كما راكم تشوفوا. وهنايا بعد اللي تخمر نقطعوها خبيزات كبار راح نديروا بها البيتزا، وخبيزات صغار راح نديروا بها المملحات ديالنا. هنا نبداو بالبيتزا يا البنات، نحلوها بيان سور بالفرينه كما راكم تعرفوا كامل ديروا البيتزا. واش راح ندير لها، نفتحها نثقبها كامل، ندير لها شويه تاع لاصوص وندير لها الشيء اللي عندك في الدار. بالنسبه لي انا كنت درت لها لهنا شويه تاع الزيتون، شويه تاع الحار، شويه تاع لي كاب، ودرت لها شويه تاع الفرماج رابي. وهنا كان عندي شويه تاع الطون، زدت لها شويه تاع الطون. هنا نطيبوا البيتزا تاعنا على 180 درجه حتى كي طيب لنا، من بعد نديروا الطون في الاخر يا البنات، ما طيبوش مع الاول. ومن بعد نعاودوا نروحوا للمملحات تاعنا يا البنات، نحلوهم على الشكل هذايا كما راكم تشوفوا طوليا. هنايا نروحوا نديروا هذاك الدجاج تاعنا بالسلق كما راكم شفتوا، ندير لهم لهنايا شويه تاع فرماج غابي، ولهنا نغلقوا عليهم ونستفهم في السنيوه. بالنسبه لهذوما المملحات يا البنات كاين اللي درتهم هكذا وكاين اللي درت لهم انسوس فورماج كما راكم تشوفوا. درتها فوق هذاك السلق وهذاك الدجاج وغطيتها وغلقتها بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه على شكل خبيزات. هنا ستفهم في السنيوه ندير لهم بيان سور البيض من الفوق، ندير لهم جلجلان ولا سانوج الشيء اللي عندك في الدار، ونطيبوهم هما ثاني على 180 درجه. وهنا يكونوا المملحات تاعنا طيبين. وهنا كنا تحصلنا على زوج معجنات بعجينه واحده. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاعي يكون عجبكم، ما تنسونيش بالدعم واللايكات يا البنات هكذا باش الفيديو تاعي يشوفها اكبر عدد ممكن من المشاهدين. وبهذا ما بقى لي غير نقول لكم احبكم في الله، الى فيديو جديد.